بدون رتوش. مقال كتبه فيصل مصطفى في الأخبار المسائي بعنوان الطب الرياضي في فترة النقاهة. عشرات اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات في الملاعب والصالات الرياضية في الآونة الأخيرة هو أمر يستوجب بحق فتح ملف الطب الرياضي في مصر والنهوض به. ومن هنا فإنني وفي عجالة سوف أستعرض بعض النماذج البسيطة التي حدثت مؤخرا لكي أدلل على أهمية فتح هذا الملف والعمل على تطويره وتوفير الميزانيات اللازمة له سواء من الأندية أو الاتحادات أو وزارة الشباب والرياضة. فقد أصيب 18 لاعبا من المنتخب القومي إصابات متفرقة خلال الفترة الماضية، أبرزهم عدد من لاعبي الأهلي وهم محمد الشناوي في الكتف، وياسر إبراهيم وإمام عاشور ومروان عطية بالرباط الصليبي، والبنك الأهلي محمد أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي، والزمالك أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي ومروان حمدي في العضلة الخلفية، وأحمد أيمن منصور المصري ومحمد شكري سيراميكا، وعبد الله محمد زيزو مودرن فيوتشر، واحمد فوزي المقاولون، وحسن مجدي طلائع الجيش، بالاضافه الى اصابه تريزيجيه في اوتار الركبه وغيابه عن مباريات فريقه التركي، واصابه علي معلول نجم الاهلي، واسامه جلال وعلي جبر وعمر جابر بيراميدز، وامين اوفا انبي. وتعد إصابة مؤمن زكريا لاعب الأهلي بضمور في العضلات من أشهر الإصابات العضلية المروعة والوعكة الصحية التي مر بها أحمد رفعت لاعب منتخب مصر لكرة القدم ونادي فيوتشر في شهر مارس الماضي بسقوطه فجأة ودون مقدمات خلال مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري تفتح وتفجر قضية الطب الرياضي في مصر. وبالرغم من الاستثمارات الضخمة والأموال الهائلة التي تلقى في صناعة كرة القدم ووجود العديد من صور الرعاية والدعم المختلفة، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على كافة نواحي العملية الرياضية بشكل عام وليست الكروية فقط. فلم يتم منع واختفاء مثل هذه الحالات التي تحدث أحيانا في ملاعبنا على فترات وفي مباريات مختلفة. وإذا كانت الأندية لا تملك الأطباء الأكفاء فيمكن أن تستورد أطباء من الخارج أسوة بما تفعله مع مدربين ولاعبين، وأسوة بما تفعله بعض الاتحادات الرياضية من الاستعانة بحكام أجانب بل وبإداريين أجانب ينظمون المسابقات المحلية على غرار ما حدث في اتحاد الكرة المصري على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، والتي تمثلت في الاستعانة ببعض الأجانب لإدارة منظومة التحكيم المصري. وإذا كانت الأندية تملك الأطباء الأكفاء ولكنها لا تملك الأجهزة الرياضية فإن عليها أن تقتنيها فورا، خاصة وهي تخصص ميزانيات باهظة تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات سنويا من أجل لعبة كرة القدم. هذه القضية تدخل في إطار الصحة العامة ويجب أن تناقش بوضوح، فليس من المعقول ولا المقبول أن نأتي بلاعبين أجانب بملايين الدولارات وهم لا يساوون عشرات الدولارات، وفي نفس الوقت نبخل بأجهزة حديثة للكشف على صحة اللاعبين. ولدينا نموذج بسيط وقريب وهو نموذج العالمي المحترف محمد صلاح المتألق في الدوري الإنجليزي، والذي يخضع سنويا لفحوصات دورية دقيقة وكثيفة تكشف عن كل صغيرة وكبيرة في جسمه وصحته، وتطمئن القائمين على أمر ناديه ليفربول الإنجليزي على أن أموالهم لا تهدر، وأن المبالغ الضخمة والتي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية والتي يتقاضاها سنويا يحصل عليها عن حق وجدارة وجهد واستحقاق وعرق يبذل وصحة تتحمل كل هذا المجهود الاحترافي العنيف. كتب المقال وأعده للنشر فيصل مصطفى.